السؤال الثاني: هل من أصول جامعة نافعة تتعلق بفهم ودراسة كتب الاعتقاد؟ هو لا أستطيع أن أقول أصول جامعة المسألة، ولكن أقول ما هي الطرق التي يستطيع المرء حال إرادة دراسة كتب الاعتقاد يعني تسهل له الفهم والاستيعاب والتمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة. نقول في تقديري أن الذي يريد أن يدرس مثل هذه الكتب يبتدئ بصغار الكتب، لا يبتدئون بالكتب الصفراء القديمة والتي ربما لا يفهموا أولها من آخرها. ونظرا لكون كتب أهل السنة والجماعة كثيرة وكثيرة جدا، وقد احتوتها كتب شيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية، وأيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلماء السنة عموما، فاحتوت هذه الكتب في سياق الكتب. يبتدئ الإنسان في هذه الكتب الأصول الثلاث، القواعد الأربعة، الأصول الست، ثم يرتقي بعد ذلك إلى الواسطية وكتب رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في ثلاث النظريات والإسلام الحموي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن عز الحنفي، فيرتقي ويتدرج. لكن هذا التدرج يحتاج إلى الحرص على أمرين أو ثلاث. الأمر الأول: إذا درس هذه الكتب لا يدرس نوتفة، لأن النوتفة تضيع الوقت أولا وتشكك الذهن. ثاني يعني الشيخ ما يروحش الفهرس كما يفعل بعض الناس، يروحش الفهرس يبحث عن عنوان، يبدأ من الأول المقدمة أقول يقتصر على موضوع، مثلا قاعد يسمع في الساحة في موضوع معين، يجري يروح مباشرة ذات الموضوع يدرسه وكل ما يتعلق به، ثم يأتي إلى هذا كأنه كل المسائل في حين هو يعمل فقط جزء من مسائل ممكن تكون هذه المسائل لها علاقة بالمسائل الأخرى مرتبطة بعضها ببعض. العلم يكون في الكلية لا بالجزئية، يعني يقصد كل جزئية مرتبطة بجزئية أخرى حتى يكون شامل ككل. لهذا الاختصار عن المثل غير مجدي وسريع النسيان، ولا يعرف الربط بين هذا وذاك، بين هذه الجزئية والأخرى. فأقول أول شيء يعني ينبغي عليه دراسة هذه الكتب، يبتدئ بالصغيرة حتى ينهيها، ويبدأ في التركيز وتثبيت المعلومات وتحصيلها في تلخيص المراجعة والحفظ والتكرار. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني: يقيد الأصول التي يجدها في طريقه، لأنه يقرأ كتاب موثوق فيه يكتب هذه الأصول التي يستفيد فيها ويستعين فيها مرة أخرى في بعض المسائل التي تحتاج إلى هذه القواعد، فيأخذ هذه القواعد ويحفظها عن ظهر قلب ويستخدمها عند الحاجة. ومن أهم في نظري دائما من أهم الأشياء التي تثبت هذه المعلومات وتركز هذه المعلومات إنما هي المناقشة مع من يثق في دينه وعلمه، مناقشة ليس المقصود من ورائها الغلبة، وإنما من الجواب بها يفهم الأشياء التي غمضت عليه أو جزئيات دقيقة التي بقيت فيها إشكالات. حال المناقشة تضح له، وحال المناقشة يستخدم هو ما كان قد أخذه وثبته في ذهنه وفي دراسته، وأحسن ما يكون في ذهنه الأشياء التي يستخدمها حال مناقشته. مناقشة الغير أن تكون على جو أخوي وصول إلى المسألة من غير إرادة الحق من مناقشه أو إرادة الظهور عليه ونحو ذلك مما ابتلي به البعض. لذلك أقول هذه المناقشة مع من يكبر علما ودينا يستطيع الاستعانة بها، خاصة إذا كان هو مدرسه أو المشرف عليه يناقشه في المسائل حتى تصبح له صورة مثلية. وعدم المناقشة
غالبا في نظري تقع المعلومات أولا ضعيفة، تبقى فيها شيء من الضبابية التي لا يظهر فيها ظهور الكامل المسائل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يعني لا يستطيع الطالب أن يرتقي بس بالفهم، ذلك يجد في نفسه حلاوة عند الفهم، تلك الحلاوة تدفعه للمزيد من الطرف والارتقاء في مدى المال ومدى العلم يصل إلى حد يكتب له سلائل. هذه إذا حاصل الطرق التي ينبغي عليه أولا أن يبتدي في كتب أو صغار كتب، ولا يأخذ الكتب الكبيرة التي ربما يغرق فيها، بل ربما هي تنعكس عليه سلبا فيعجز فيترك الكتب، فيبدأ بالكتاب الصغير يتناوله يفهمه، ربما يضع فيه ككل صورة شجرة، يضع فيها الشجرة، يضع فيها الأشياء التي يريد فهمها، يربط بعضها ببعض، والمباحث يجعل لها أيضا روابط تربطها، سواء كانت روابط إنتاجية ولا روابط يعني نابعة من أصل الموضوعات أو نحو ذلك، يربطها بعضها ببعض حتى يفهم المسألة ككل، ثم يملك ما يلزمه تملئته من المسائل فيفهم، بحيث أنه إذا قيل له في شيء معين أدرك أين الجزء في ذاك الغصن أو في الشجرة، يعرف في أي مسألة يفهم. كان مثلا قال في مسائل أصول الفقه، قال مثلا يقسم إذا درس في أصول الفقه يقسم الأصول إلى مثلا حكم شرعي ودليل شرعي وثلاث أدلة، ثم التعارض والترجيح. مثلا هذه الأقسام دليل الحكم والدليل وإثبات الأدلة والاجتهاد والتعارض والترجيح. فبدأ في خلال دراسة الكتاب كل ما يصل إلى شيء يجزي، قال الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم التكليفي مثلا ينقسم إلى 5 أقسام بالنسبة للقسمة الخماسية عند الجمهور، هي الواجب والمندوب والمباح والحرام. والحكم الوضعي ينقسم إلى سبب وشرط ومانع، وهي الأمور متفق عليها، والأمور المختلف فيها تدخل فيها لا تدخل في حكم التكليف ولا تدخل في الحكم الوضعي كالعزيمة والرخصة وغير ذلك من المباح. إذا يقسم هذا بعدين يقسم الأصول إلى أصول متفق عليها مختلف فيها أيضا، ثم يقسم أيضا ذات ألفاظ النص والظاهر والمجمل، والنص أيضا له ظاهر له تفريعاته وله من يقابله أيضا، والمجمل أيضا له مباحثه وتفريعاته. وكذلك في الاجتهاد يدرس المباحث التي تتعلق بالاجتهاد، شروط المجتهد في المسائل التي تتعلق بالاجتهاد من خلال يقصد ذلك ما يقابل المجتهد والمقلد، ويدرس مباحث التقليد وذلك. وكذلك يفعل بين التعارض والتوضيح. على التعارض أمام معنى التعارض، وفي التعارض يدرس المسائل التي هل فيه تعارض في الشريعة وليس فيه تعارض في الشريعة واختلاف عن المسائل. ثم ذلك مدى التعارض عند المجتهد، ما هي الأمور التي ينبغي أن يسلكها المرء في حدود هذا التعارض. المجتهد هل يسلك بداية يبدأ بالنص ثم الترجيح ثم الجمع كما هو شأن الأحناف، أو يبتدئ مثلا في الجمع بين الدليلين ثم النص ثم بعد ذلك الترجيح. هذا اختلاف. وفي الترجيح في أنواع كثيرة من الترجيح، يعني الترجيح باعتبار السند، الترجيح باعتبار المتن، والترجيح باعتبار الحكم المدلول، والترجيح في أمور خارجية. يعني لما يضع هذه مسائل عندما يقرأها في كتاب صغير يضعها ويضع عليها تعريفات وشيء. فإن قيل له في مسألة ذكرت له في مسألة هذا أقل ما قيل المسألة، مباشرة يعرف أين تقع هذه المسألة. أقل ما قيل أين تقع مباشرة، فيتقع في المسألة. هل أقل ما قيل تدخل في مسألة الإجماع، ويعرف
يعرف المكان الذي يستطيع أن يعالجه أو أن يدرسه حتى يقطع المثال. إذا خلاصة أنه يبتدئ إذا ارتقاء في كتب صغيرة ويحاول أنه الكتب الصغيرة التي تكون جامعة لزبدة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، خاصة كتب العقيدة الواسطية والعقيدة الخاوية، يعني جماعة أهل التقريب كل زبدة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ثم يركز ويستفيد المعلومات ويقيدها ويعمل على حفظ ما ينبغي حفظه، خاصة قواعد الأصول التي يستحكمها جيدا، وخاصة أيضا حتى في المسائل التي تتعلق في قواعد الاستدلال وقواعد المناقشة، ويستحكم أيضا قواعد المنهج التي ذكرناها آنفا. وبعد ذلك يثبت المعلومات ويستدر بمناقشة من يراه أكثر منه علما والذي يظن أنه يعني يستفيد منه. هذا ما السلام عليكم. الله فيكم.